مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم واحد الوصفه غنيه عن التعريف، كلشي كيعرفها. حرشه بسميده رقيقه. غادي نصاوبها لكم على شكل حريشات صغار، كيجيو هشاش وبنان ولدان وكلشي كيبغيهم. غادي على بركه الله غادي نقدم لكم المقادير. عندنا كاس لاروب ديال الزيت روميه، عندنا ساشي ديال خميرة الحلوى، قليل من السنيدة، قليل من الملح، وهنا شويه ديال السميد على حساب الطهي، ونص كيلو ديال السميده، والماء للعجن. اول حاجه كنبداو بها هي كناخذوا الزيت وكنوضعوه على السميده مزيان، وكنحركو مزيان، وكنحاولوا ان نفركوا السميد مع الزيت مزيان حتى كتدخل في السميد الرقيق لان خصها تكون السميد هذه تكون كلها مبلوله بالزيت. كنفركو مزيان بهاد الطريقه هذه، وكنزيدو بحال هاد الشكل هذا. من بعد كناخذوا قليل من الملح على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الملحه الزايد، كاين اللي كيبغي شويه. ناخذوا شويه ديال السكر السنيده كنوضعوه حتى هو. ناخذوا كيس من الخميره الحلوه كنوضعوا القليل. هذا هو السر باش كتجينا الحرشه هشيشه وزوينه بهذا الكيس ديال الخميره الحلوه. كنضيفوش كامل، كنديرو تقريبا نص ديال المعلقه. من بعد كنحاولوا ندخلوا هاد العناصر هذه ونمزجوها مزيان مع هاد السميد المبلل بالزيت بهاد الطريقه هذه. ومن بعد كنضيفوا الماء وكنحاولوا ان نخليو هاد السميده ما نعجنوهاش بحال الطريقه ديال العجين. نحاولوا ان نوزعوها غير ما بين صبعان يدينا ونخليوها ما تكونش قاصحه، تكون جاريه شويه بحال هاد الطريقه هذه، باش كتجي من بعد الحرشه رطبه وما كتجيناش قاصحه. هذا هو السر. ثاني سر في الحرشه ان السميده خاصها تكون جاريه بحال هاد الطريقه هذه. نخليوها نشوفوا مزيان، نخليوها حتى كتشرب المقادير هذاك الماء اللي درنا. بعد السميده اللي رقات كنضيفوا عليها شويه ديال الزيت ونفكوها مزيان، نخليوها على حساب هذوك الكويرات ديال الحرشه. خاصهم ضروري حتى هما تكون فيهم السميد مبلل بالزيت. بعد كنوضعوا شويه السميده فوق الطبله بهاد الطريقه هذه. كنرشوا الطبله بالسميد وكناخذوا كويرات على هذا القياس هذا، بهاد الطريقه هذه حتى كنكملوا. نحاولوا انهم يكونوا عندنا ياخذوا لنا نفس الحجم. حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا.
من بعد ما كملنا الكميه كلها اللي عندنا كنمشيو نشعلو بعد ما شعلنا على المقله كنحاول انني نوجد هاد الكريسات بهاد الطريقه. هاد السميد اللي درت فيها الزيت كنحاول انني نرش هاد الكريسات هادو ومن تحت بهاد الطريقه هادي، ونحاول انني نصاوبها هنا هكا. نعاود عاوتاني نرشهم هكا. بهاد الطريقه هادي. من بعد كنوضعهم ديال الحرشه. من بعد ما قرصت هاد القريصات ديال الحرشه كلهم بهاد الطريقه هادي، انا ما كنبغيش ندير مباشره في المقله ونقرص، كنقرص كل وحده بوحدها فوق الطبيله، ومن بعد كنلوحهم في المقله فوق النار وكنخليهم يطيبوا بهاد الطريقه هادي. وها هما دابا كيطيبوا فوق المقله. كنخليهم يطيبوا وانا كنحرك فيهم شويه بشويه. كنحاول انني نجهد شويه على البوطه باش يطيبوا. بقات لي واحد البليصات خاويين هنا، غنحاول نضيف هاد الكريسات ديال الحرشه بهاد الفراغ اللي بقى. ما طابت قلبناها حتى طابت مزيان ونضجاتها. شو كي جات دايره محمره مقاده. من بعد غادي نحيدها ونديرها نطيو عليها البوطه ونقدموها في الطبسيل التقديم بهاد الطريقه هادي. هي شوفوا كتشهي، جايه رطبه وهشيشه وبنينه بصحتكم وراحتكم. يلا سيدي شتي بهاد الطريقه هادي. وهادي انا غنوريكم شو غادي نقسمها. ها هي هشيشه وطريه وزوينه وكاع كلشي يبغيها بهاد الطريقه هادي. كلشي غادي يبغي الحرشه. يلا كلشي غادي يتشهاها وغادي نقدموا معاها اللي عندنا. انا عندي الشكلاط، حطيت الشكلاط، عندي عسيله، كاين اللي كيبغي زيت بلديه، زيت العود زوينه. المهم كنتمنى ان هاد الوصفه وهاد اللي قدمت لكم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم يا ربي امين. ما تنساونيش ديروا لايك وفعلوا الجرس وابونوا على القناه ديالي باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والى اللقاء.